السلام عليكم. واش عمرك تسألتي علاش قطاع السيارات ولا هو النجم الاول في الصادرات المغربيه؟ كيفاش السيارات كتصوب المغرب كتوصل لاوروبا والعشرات الدول عبر العالم؟ والاهم شنو الربح الحقيقي اللي كيرجع على المواطن والمغرب؟ هاد السنه بالضبط في النصف الاول من 2026 قطاع السيارات حقق طفرة جديدة وخلى المغرب يرسخ مكانته كواحد من أهم مصنعي وتصديري السيارات في إفريقيا. هذا الشيء ما جاش من فراغ، ولكن نتيجة سنوات ديال الاستثمارات وبناء مصانع كبيرة، تكوين يد العاملة المغربية. ولكن شنو كتعني الصادرات؟ بكل بساطة الصادرات هي المنتوجات اللي المغرب كيصنعها كيبيعها الدول الأخرى، ولا ما بعنا أكثر الخارج، ولا ما دخلت للمغرب العملة أجنبية بحال الأورو والدولار. وهذه العملات مهمة بزاف لأنها كتساعد البلاد تخلص واردات وتمول الاستثمارات وتقوي الاقتصاد. النجاح ديال قطاع السيارات ماشي غير ارقام، راه كيخلق فرص الشغل داخل المصانع للتجميع والتصنيع المكونات، وحتى فرص غير مباشرة في النقل واللوجستيك والصيانة والخدمات وعدة المجالات اخرين. بمعنى ان النجاح مصنع واحد كيقدر يحرك عشرات الشركات اللي خدامة معها. وزيد على هذا الشيء الشركات العالمية ملي كتشوف ان المغرب كينجح في هذا القطاع كتولي كتفكر تزيد تستثمر هنا. وهذه الاستثمارات الجديد كتعني مصنع اكثر والتكنولوجيا وفرص عمل اضافي للشباب المغربي. السبب اللي خلى المغرب يحقق هذه النتائج هو انها ما بقاش كيصدر غير سيارة جاهزة، ولكن حتى أجهزة مهمة منها بحال الأسلاك الكهربائي والمكونات الصناعية اللي كتمشي للمعامل العالمية باش تركب السيارات كتنباع في مختلف الأسواق. هذا التنوع خلى القطاع يبقى قوي وينمو بوتيرة مهمة، ولكن خاصنا نكونوا واضحين. ارتفاع الصادرات ما كيعنيش ان جميع المواطنين غادي يحسوا بالتحسن مباشر. باش المواطن يحس بالاثر بشكل اكبر، خاص هذا النمو الاقتصادي يترجم الفرصة شغل اكثر واجور افضل والاستثمارات مستمرة في التكوين والتعليم والصناعة. الخلاصة الطفرة اللي حققها قطاع السيارات في النصف الاول من 2026 كتأكد ان المغرب ولا لاعب مهم في الصناعة العالمية، وان القطاع ولا من اكبر المصدر اللي كيدخل العملة الصعبة للبلاد وكيخلق فرص الشغل. التحدي الكبير دابا هو كيفاش هذا النجاح الصناعي ينعكس اكثر على الحياة اليومية ديال المواطنين. الى عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة وخلي لي الرأي ديالك. واش كتشوفوا ان هذا التطور الصناعي غادي ينعكس قريب على المعيشة المغاربة؟チャンネル登録よろしくね。